النهاردة هنعمل حامل شموع شكله تحفة وينفع مع أي ديكور، وكمان أدواته بسيطة جدا ونقدر نعمله بسهولة. هنستخدم أسياخ الشيش طاووق وهنقصرهم للأطوال دي 6 قطع، هيكون طولهم 20 سنتي و6 طولهم 10 سنتي و18 طولهم 7.5 سنتي. أول حاجة هنستخدم اللي طولهم 10 سنتي وهنعمل بيهم شكل سداسي، وهنثبت كده الأطراف بالشمع. وبعدين على كل ضلع من أضلاع الشكل السداسي هثبت 2 من اللي طولهم 7.5 بالشكل ده، وهيكونوا كده بشكل مثلث. لما اخلصهم بقى هثبت كده من فوق ما بين كل نقطتين قطعة تانية. هقلب بقى الشكل وهلاقي كده من تحت في شكل سداسي صغير، هاخد مقاسه على قطعة كرتون وهقصها وهثبتها عليه. دلوقتي هستخدم اخر مجموعة اللي طولها 20 سنتي، وعلى كل نقطة كده هثبت سيخ، والستة كلهم هيتثبتوا مع بعض من النص من فوق بالشكل ده. لونتهم بقى بلون اكريليك اسود، ونخلي بالنا لما نيجي نلون اننا كمان نلون الشمع اللي ثبتنا بيه، ونلون بين الاسياخ كويس عشان يكون الشكل حلو وكله متغطي بنفس اللون. هنحط بقى الشمعة وممكن نحط حواليها زرع او ورد، هيعمل شكل حلو قوي. وبس كده، قولولي بقى رأيكم في الكومنتس.